النهارده حضراتكم عاملين وقفه صامته نقابه المهن الاسلام في وقفتكم مناصره او نقول زي ما اعتراض على الفيلم المسيء اللي نزل على النت في الايام اللي فاتت دي. فايه انا عايز اعرف بس رد حضرتك ايه الشخصي في الموضوع ده، وايه رايك في الفيلم اللي اتقال في المحافظه؟ انا شخصيا ما شفتش الفيلم، والوقفه بتاعتنا مش صامته، الوقفه بتاعتنا اعلى صوت في مصر، لانه صوت الفن ضمير الامه اللي بيعلو فوق كل صوت عشان يعبر عن مدى الصدمه في الوجدان وفي الوازع الديني لدى الانسان المصري، ممثلا في مثقفي مصر وفي فناني مصر الذين يعبرون عن مشاعر ووجدان هذه الامه. اللي حصل ابعد من ان الكلام يصوره، اللي حصل جرح في مقتل للشعور والوجدان والوازع الديني لدى كل المسلمين في كافة بقاع الارض. اللي حصل تعدي لا يمكن ان يغتفر ولا يمكن ان يمر مرور الكرام. وزي ما قال رب العزة ان الله يدافع عن الذين امنوا، فما بالك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة الذي اصطفاه المولى عز وجل، الذي اثنى عليه ثناء لم يبلغه مثني قبله او بعده، وقال انك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. رب العزة سبحانه وتعالى قال له انا كفيناك المستهزئين. اذا رب العزة رده هيبقى مروع، ولكن احنا بنتكلم النهاردة عن ان احنا لابد من موقف ولا بد من حائط صد في مواجهة هؤلاء السفلة، هؤلاء الغوغاء، هؤلاء الدهماء الذين يحاولون ان ينالوا من ذروة وقمة لا يبلغها مخلوق، وزي ما بيقولوا يحاولون ان يطفئوا نور الله ويأبى الله الا ان يتم نوره. تمام يا فندم. كان دلوقتي يا فندم معلش في دلوقتي موجة طالعة من بعض القنوات الفضائية